تخيل معايا انت جالس مع عليك ما بك حتى كيجيو عندك البوليس وكيدقوا عليك. اودي راه عندكم واحد السحار في الدار، اشنو سميتو اشنو سميتو. هادشي اللي وقع لواحد العائله ليبيه اللي محافظه يعني، عاش معاهم واحد السحار تقريبا 9 شهور، هما ما عايقينش بيه وما كيشوفوش، وكياكل المشكل كياكل معاهم في نص الطبله ولكن ما كيشوفوش. خليكم مع الفيديو باش تعرفوا شنو كاين. تخيلوا عزيزي المشاهد انكم عايشين في بيتكم في امان الله، حياه طبيعيه، وفي ساحر عايش وسطكم، عايش معكم في البيت، وانت ما حاسش ياكل من بيه، اكلكم، معكم في يشرب من شربكم، ينام معاكم كانه واحد من افراد العائله، وانتم مش حاسين فيه ولا عارفين انه في ساحر عايش معاكم. شيء ما يدخل العقل، صح؟ هذا اللي عمله بالفعل الساحر ابراهيم مسعود في العائله الليبيه، عائله الحاسم. على بركه الله. تسمعوا دابا القصه ديالو اخويا. قصة اليوم تبدأ عند واحد اسمه أحمد مسعود. أحمد مسعود هو هذا اخويا هذاك الساحر، هذا راقي، أو بالأصح هو معروف عند الناس كلها أنه راقي ومعالج. أي شخص فيه مس سحر من هذا الكلام يستدعوا هذا أحمد ويعتبره شيخ محترم يعالجهم بالقرآن الكريم وأموره تمام. هذا اللي معروف عن أحمد مسعود. بس بالأصل يعني كيبين للناس انه راه راقي وكذا وكيداوي الناس، ولكن هو الاصل ديالو راه ماشي راقي، راه ساحر. سمعوا صح، هو ساحر خطير جدا ودجال، ما يدخل بيت الا ويدمره حرفيا كذا. مثل ما اقول لك اي بيت يخشه ما يطلع الا ويدمر البيت هذا. ورغم هذا في ناس مصدقين ومعتقدين انه بالفعل شيخ ومعالج بالقرآن فيستدعوه. تخيلوا استمر لأكثر من 20 سنة يمارس السحر. ناري 20 سنة هو كيدير هاد الشيء هذا. يا عائلة دمر، يا عائلة والدجل تحت مسمى معالج وراقي. على العموم الساحر هذا في بداياته بدأ يتعلم السحر ودخل للناس مثل ما قلت لكم على أساس أنه معالج وكذا. استمر لفترة بعد ما تعلم السحر زمان، استمر لفترة بسيطة لوحده، ما في أحد من عائلته مشارك معاه في الجرم. بعد فترة من ممارسة السحر هذا أقنع أخوه اللي أكبر منه اسمه إبراهيم مسعود. أخوي إبراهيم تعال اشتغل لك معاي، نقعد نكذب لك على خلق الله، نكسب فلوس منهم، وعندي استراتيجيات حلوة. ما كفاش داكشي اللي كيدير بوحده، جاب خوه يخدم معاه وراح تشبعك فلوس. وبالفعل اخوه ابراهيم اللي اكبر منه اقتنع وبدا يتعلم السحر مع اخوه. كذا صاروا الاثنين سحرة، احمد مسعود وابراهيم مسعود. وكانت عندهم استراتيجيه خبيثه جدا، مو يسحر له فلان وخلاص مع السلامه ياخذ فلوسه ويروح. هذول لا، تعلموا اساليب خبيثه في السحر وبداوا يطبقوها في زبائنهم. تخيلوا يجيهم زبون مثلا عنده بنته مريضة، سمع أو ابنه مريض، أو في شيء مس سحر، أي شيء يجي لعندهم ومعتقد أنهم راح يعالجوه، واستغفر الله العظيم العلاج بيد الله. على العموم لما يعني الواحد ما يبقاش يثيق في أي واحد، يعني جا عندك راه كيدير لك شي حوايج راه صافي راه هذاك راه كيداويك ولا راه بنادم ما خصوش يبقى يثق. يجي لعندهم الزبون هذا ويبيهم يعالج. الصورة معايا السيد عايش مع داخل في وسط عائلة عايش معاهم 9 شهور وما ما عايقينش بيه مدي. يقوموا يسحروا الزبون هذا، يسحروه بنوع من انواع السحر اسمه الطاعة والاستفادة. خلاص الزبون اول ما اجى يبي يتعالج يسحروه، يدبلوا له السحر اللي فوقه سحر ثاني، كذا الزبون خلاص يصير مطيع لهم ويستفيدوا منه، طاعة واستفادة. فالزبون هذا يتردد لهم دائما ويرجع لهم مرة ثانية وثالثة ورابعة ويكد لهم فلوس. خلاص مسحور واجى يتعالج انسحر، وصار كل ما يلاقي ريال ريالين في جيبه يجري لا عندهم. فاستمروا على هذه الاستراتيجية في كل أنحاء ليبيا، دمروا عوائل، بهدلوا ناس، خربوا بيوت. والمشكلة لما يسحروا الشخص بالمحبة والطاعة والاستفادة، الشخص هذا يصير خلاص مقتنع أنه تعالج، فيصير يكلم الناس فاشتهروا، صار عنده، وبدأوا يحسوا أنه لا احنا مو عند وحدة مكافحة السحرة اللي في ليبيا. خلاص أحمد وأخوه إبراهيم الناس من بعد 20 عام عاد عاقوا بهم وكذا، عاد بلغوا بهم المكافحات ديال هادشي هذا في ليبيا. انت متخيل 20 سنة قاعد تسحر في الناس وتدمر عوائل. على العموم اسمهم صار معروف، فوحدة مكافحة السحرة بدأت تبحث عنهم، والحمد لله أخيرا تم القبض على أحمد الأخ الأصغر. أما مسعود
اختفى. هادشي هو اللي قلت لكم، مشى دخل في وسط ديك العائله وما عايقينش به كاع وما كاينش، هو راه في وسط الدار اوكي كذا تم القبض على احمد الاخ الاصغر، قبضوا عليه. فين اخوك؟ ما رضى يعترف، بس بعد الضغط الشديد اعترف بمكان اخوه وقال لهم اخوي في بيت عائله الحاسي اللي ساكنين في المكان الفلاني. كيف في بيت عائله الحاسي؟ يعني عائله الحاسي قاعدين يحموا اخوك ويخبوه؟ قال لهم لا، هو قاعد معاهم وهم مش عارفين. ستوب كيف هم مش عارفين؟ ايه عائلة الحاسي مش عارفين؟ على العموم اخوي عندهم متخبي هناك. على طول وحدة مكافحة السحرة تحركوا لبيت عائلة الحاسي. تصدموا قال لك احنا ما عندناش شيء، لا سحر لا والو. كيفاش هادي؟ اسمع ايش اللي ساحر عندنا؟ ما في عندنا حد اسمه ابراهيم، احنا عائله مسالمه عايشين حالنا حال نفسنا، ولا في عندنا شيء، شكلكم غلطانين. قال لهم لا، في عندكم ساحر متخبي داخل بيتنا واحنا عارفينه. ايش اللي فيه ساحر؟ لا في ساحر، لازم ندخل ونفتش. العائله واثقه من نفسها، ما في ساحر ولا شيء. اتفضلوا وحدة مكافحة السحرة، تفضلوا طلعوا لنا الساحر. فين الساحر؟ وبمجرد انه وحدة مكافحة السحرة دخلوا البيت طلع قدامهم الساحر ابراهيم مسعود وفي ايده بخور. هنا العائلة شوفوا هاد الناس اصاحبي فين وصلوا. شوفوا هاد الناس هادو فين وصلوا، يعني كلها تجمدت مستغربين. من وين طلع ده؟ ما كان موجود. ايش اللي طلع جوا البيت وفي ايده بخور؟ حصلت صدمة. هادي اللي بغيت نفهم انا. كي دار هو عايش في وسط، عاش 9 شهور في وسط عائله يعني ما كيشوفوهش، يعني كيفاش هادشي هذا؟ ما فهمش انا. يعني في وسط، عاش في وسط عائله ولكن ما كيشوفوهش 9 شهور، يعني غريب هادشي. ما عرفت شنو دار لهم. للجميع. على العموم تم اعتقاله والعائله مصدومين وحاطين ايدهم فوق ايد. من وين طلع يعرف اصلا؟ العائله هذه اكل. فقام على طول طلع المس اللي في البنت واستبدله بخادم، او بالاصح جابوه باش يداوي لهم البنت ديالو. صدق حيد لها داك الشيء ودار لها يعني واحد اخر، فهمتيني؟ دار لها داك اللي ما كيتسماش واحد اخر. وهنا السول على العائله كامله. اسمع بالجن والعياذ بالله تابعوه يسيطر على البنت. كذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إيش عمل؟ أقنع العائلة على أساس إنه بيرقي البيت كله، فبدأ يزرع هو ما رقاش البيت، دار لهم وشعوذته في كل أنحاء البيت، وشرب كل العائلة سحر. شربهم بماء كذا، قرا مش عارف إيش، طلاسم ما أدري إيش، خلى العائلة يعني ما فهمش انا الناس هذوك كيديروا شي عوبيك، فهمش كلها تنسحر. فقام سحر العائلة كلها بنوع من أنواع السحر يسمى سحر المحبة والطاعة وعقد اللسان وحجب بالكامل. انتم متخيلين؟ وبكذا بكل بساطة الجرم والسحر عنده قاعد وسط العائلة ومش حاسين فيه. وتخيلوا قاعد عايش معاهم لأكثر من 9 أشهر. 9 شهور ساحر عندك في البيت ومش حاسس فيه. هذا بالفعل اللي عمله الدجال إبراهيم. طبعا بعد ما تم القبض عليه لهم في البداية قام كتب طلاسم في الأبواب في كل مكان، وجاب أكثر من 40 مسمار ودقوا في جميع أنحاء البيت. خلاص قفص البيت هذا كله تحت طوعه وما حد شايفه. شوفوا هذا الخب ديال الإنسان. هما كيبينوا هنايا شنو داكشي اللي دار. شوفوا معايا. شوفوا مساكن هاد العائلة شنو دار لهم. شوفوا شنو دار لهم تما، شنو كاتب لهم التخربيق وداكشي تمايا باش شفتوا. لا حول ولا قوة الا الطلاسم المكتوبة على البيت. شنو الطلسم هذا يا ابراهيم؟ هذا رفع ابراهيم. طبعا هذا هي طلسم بتاع عقد لسان هو هذا الاخوان. ومحبة. ما شاء الله يوالي صوتك يا ابراهيم. طبعا هذا هي الطلسم هذا بتاع عقد لسان ومحبة وطاعة عمياء لأهل البيت بالكامل. أهل البيت بالكامل. فعلا سيطرت بالكامل. الطلسم هذا من هنا ومن هنا. الطلسم هذا انت بيش كتبته عندك قاعد يمتحى؟ هذا كتبته. لا هو يمتحى، لكنه كتبت. اسمعوا ردوا. كيف يمتحى؟ يمتحى بمية مرقية. حيمتحى الشياطين. القطران هو طبعا قبل ما انت تدير بيه ضروري تقول عليه اسماء معينة، اسماء جنون يعني باش اسماء جنون. وبعدها باش يدير لهم هذا السحر هذا شنو دار. تجي تكتب يشرح لهم هذاك الشيء اللي دار لهم. وتكتب الارقام وتكتب الحروف نتاعك. ينزل التنزيل نتاعك كله. كيف يعني هذا الطلب تدير فيه خاص. الطالب والمطلوب. خاص بالشياطين. منك بيش انت شنو
باش انا التحكم في العائله المطلوب. وكيشرح هادشي زعما راه عادي، يعني ما مسوقش، يعني هادشي هذا عادي. ما فهمش انا هاد الانسان، هذا الخب ديال هاد الانسان بالسيطره على الحوش بالكامل. مثل ما شفتوا خباثة أوسخ من كذا ما قد شفت في حياتي. وفوق هذا كله جاب أغراضه والأشياء اللي استخدمها في السحر جابها للبيت وسكن عندهم وبدأ يستقبل زبائنه. انتم متخيلين وقاحة زي كذا ما قد شفت. صورة ما يعيش معاهم في وسط بيتهم كيستقبل الكليان ديالو باش يدير لهم داكشي السحر، وهما ما عايقينش بيه، ما شعرينش بيه. شتشي خلاص سيطر على العائلة كلها، بدأوا زباينه يجوا على البيت ويعمل السحر، والعائلة ولا حاسين، أو بالأصح خلاص تحت طوع. تاج مشرب واخو احمد وبالله شوفوا لي. ومعنا اول ضحيه واحد من شوفوا معايا خوتي هاد الضحايا هادو اللي دمروا مساكن الصحراء هادو. شوفوا معايا الضحيه الاول، شوفوا مسكين شنو داروا له. سمع عائله الغراري. هذا الشاب ما شاء الله عليه تبارك الله يشتغل في العقارات، دخله حلو، انسان مرتاح ماديا. يقول لك في فتره بدا يحس بعدم الراحه، ما عاد صار مرتاح. قال لك حس شي شويه ديال ما بقاش عنده الراحه، قال لك يعني ما بقاش مرتاح في الدار ديالو وكذا. وهادي مشى عند هذا السيد هذا، طاح عند هذا السيد وعمل له شيء من هذا القبيل. وراح لوين؟ راح لعند ابراهيم ابو السحره. بدل ما يقعد كذا في السجاده ويذكر الله ويطلب من الله راحه البال والصحه والعافيه، راح لعند هذا ابراهيم. فاجاه ابراهيم قال له حلك عندي. جايب له ورقه واعطاه قلم، قال له اكتب اسمك 4 مرات في زوايا الورقه. طيب بالعقل تخيلوا معايا اخوتي انه انت تمشي عند واحد راقي، يعني يداويك بالقران ولا بالرقيه ولا يقرا قران يعني هو يقول لك كتب لي ورقه فيها سمياتك من هنايا. تخيلوا معايا هذا انت لما يجيك واحد يعطيك ورقه وقلم يقول لك اكتب لي اسمك 4 مرات في اطراف الورقه، ما عندك عقل؟ ما تحس انه ساحر؟ فخلص هذا المسكين كتب اسمه 4 مرات، وهذا الساحر عليها طلاسم. هو اعطاني داير طاو هنيه صفرة بتاع التقريد، حاط فيها فزوات، قال لك اكتبني بيدك. قال لي اكتبني بيدك. كتبت الاسامي بتاعتي هنا باليد بتاعي بالحبر بريشه دايره هكي. كتبت الاسامي بتاعتي هنا بال4 زوايا، وفي النص في المربعات هذينا قال لي مش عارف شنو ندير. وبعد كذا في اليوم الثاني اسمع اتصل فيه قال له اسمع تعال وجيب معاك 4 اقفال. ايش 4 اقفال؟ يعني هذا راه يعني راه الدوره في بالك، يعني راه عارفوا انه غيدير لك شي سحر ولا غيدير لك شي حاجه خايبه اللي غيدمرك. 4 يعني كيفاش كتثق انت به؟ وتعال قال له 4 اقفال. ليش 4 اقفال وايش بنسوي بالاقفال؟ قال له عشان نقفل عليك ونحصنك، خلاص تصير مقفل وما حد يقدر عاد يسحرك ويسوي لك شيء لانك انت مسحور. قام اقتنع، اشترى 4 اقفال وراح لعنده. فقام بكل وساخه سحره بإيقاف حال وتسكير بالكامل وعدم راحة وسحر استفادة وطاعة. يعني خلاص قفل عليك. شوفوا الإخوان معايا، شوفوا لا حول ولا قوة إلا بالله. كل الأبواب. وفوق هذا قام سحره بالطاعة والاستفادة، إنه يطيعه ويكون يجيب له فلوس كل مرة. وبعد ما خلص عمل السحر عطاه وقال له خذ السحر وروح ادفنه في أطراف الأرض أو البيت عندك، على 4 أطراف البيت ادفن الأكفال هذه. وبالفعل أخذ الأكفال وراح دفنهم عنده البيت. يعني قاعد يسحر نفسه بنفسه، وكل هذا مش حاسس ومعتقد ومو تك. يعني أول ما حد جيب لي معك 4 أكفال، جيت أعطيته الأكفال هذين، قلت له شنو عندك أنت بتسكر وكذا؟ تقال لي بتسكر يعني هذين لك أنت بنحصنك بنسكر نبي حفرة بسيطة. يعني بحال هذا السيد هذا بحال هو اللي كيسحر راسه، فهمتيني؟ هو كيقول له سير جيب الأقفال ودير هذه ودير هذه، هو طب حط هنا كم حاجة في الزوايا. وبكل بساطة بعد ما تم السحر وقف حاله، ما عاد صار يعرف يشتغل، قاعد في البيت. سمعوا شنو طرا لهم بعد ما دار هذا الشيء هذا. سمعوا يعني كنتمنى من اي واحد شاف هذا الفيديو هذا يعني وعى، يعني ما يبقاش يثق في اي واحد، يعني راه ما بقاش الثقه في هذا الوقت هذا اخوتي. وكاع دوك السحاره تنقول لهم الله ينعل بلا ما نسبوا صافي. يعني اي واحد شتت الشمل ديال ما بين المراه وراجلها، ولا اي واحد ضيع، اي واحد مسكين دار له السحر ولا حمقو، راه غيجي الله اللي غادي يحمقك انت، وغيجي الله اللي غادي ينتقم منك يعني في الدنيا قبل الاخره. تنقول لهم كاع السحر الله ينعل لامكم الوالدين.
البيت حالته حاله، وكل مره يروح لعند الساحر هذا ويعطيه فلوس، خلاص اسمع كذا مغيب. صافي دار له داكشي ديال الطلاميس صافي، ولا كيجي عنده كيعطيه فلوس ويمشي. عوائلهم ما سلموا منهم. سمع معايا اخوتي هاد القصه الثانيه، قال لك حتى العائله ديالهم ما سلماتش منهم اصاحبي، حتى يعني واحد كيضر العائله ديالو، كيفاش بغيتي نتايا براني غادي يدير لك يعني تخيلوا انهم ساحرين بيت عائله اللواطي. عائله اللواطي هذول اولاد خالتهم، فتعالوا شوفوا معي ايش عملوا بعيال خالتهم. صار في بينهم مشاكل عائليه، مشاكل بسيطه. قرروا الاخوه السحره، انا تصور معايا انت مثلا انت وعائلتك عندك واحد المشكل بسيط، مثلا تسبيتو يعني بالفم، يعني يجي واحد يدمر لك يقتل لك عائلتك وكذا بالسحر اصاحبي، لا حول ولا قوه منهم. فبدوا باول واحد ابن خالتهم خالد، قاموا على طول سحروه بسحر يسبب له فشل كلوي. يا حاولت في الفيديو اش تسنى من هاد الناس؟ والحمد لله مشان اموري كويسه وتمام الحمد لله، وصار لي تو شوفوا مسكين داروا له مشكل، داروا له فشل كلوي. خالد في عنده اخ كمان اسمه وليد، هم انهم 4، وليد وخالد ومعتز واختهم بريكه. بعد ما سحروا خالد هاد الربعه كاملين مساكن غادي يديروا لهم السحر. شوفوا في التالي كيغير تسبب بفشل كلوي. اجى اخوه وليد وتبرع لاخوه خالد بكليته. عائله مترابطه، تبرع لاخوه بعض. سحروا الاول صار له فشل كلوي، فاجى اخوه وليد وتبرع بكليته لاخوه. السحره ما عجبهم، لا هذا يبي ينقذه، لا بنسحره كمان. قاموا سحروا. اسمع شو قال لك، يعني جا الاخ ديالو بغى يدير له، يعني بغى يتبرع له بكلوه، قال لك لا علاش يتبرع له، ناضوا سحروا تا اخوه. يلا وليد بسحر شوفوا معايا الخوف ديالو بحادث وفاه. اعطاني الكلى نتاعه، توفى بعدها بمده في حادث. شفتوا سحروا وليد وخش في حادث ومات الله يرحمه. العائله اللي هو هذا هو الاخ ديالو اخوتي، هذا هو الاخ ديال داك السحار، تا هو هذا هو اللي سحر لهاد العائله. سمع وليد وبريكه، فهذوما سحارهم خويا ابراهيم. اسمع مين باقي في العائله؟ الاخت المسكينه الأخت. بريكه برضو سحروها، واليوم حتى هي يديروا لها السحور، يعني ما كفاهمش الاخ ديال 4 اخوتي، 4 ومن هذا تعبانه وتعاني، حالتها ما يعلم بها الا الله. بالله ايش تتوقعوا من الناس عملوا باولاد خالتهم كذا؟ تعالوا اوريكم الضحايا اللي بعدهم من كذا. تعالوا اقول لكم الاوسخ، الضحيه اللي بعده. هذا قصته، هذا اللي بقى فيا مسكين هذا السيد هذا. شو مسكين كيردو. شو هذا السيد اخوتي كان يعني كان كيبغي واحد البنت، المهم خدم على راسو وكذا هادي، وتزوجها يعني حلال، ولكن بدا كيحس يعني شي وسواس عندهم في الدار. مشاو لعند فين تيطيحوا، مشاو بغاو يشوفوا شي راقي، طاحوا عند هذا السيد هذا، عند هذا الروقاش هذا الكذابين، هذا الدجالين هذا. ناضوا دخلوا عندهم الدار، سحروهم، صافي هو يطلق المراه ديالو. سمع اخوتي، عريس جديد تزوج في سنه 2011، مبسوط. كلنا عارفين الواحد لما يتزوج يكون فرحان لدرجه انه خلاص اللي بيده بيقعد يرقص طول اليوم، بحال حمار. لك صارت زوجتك. الرجل هذا تزوج في سنه 2011، لا حول ولا قوة. ضبط بيته، اثث بيته، يعني اشتغل وجمع شوفوا الدار اخوتي كده ما طلعت عينه، واثث بيت او فيه عين. فقام المسكين استدعى السحرة عشان يحلوا له مشكلته. عادوا عريس جديد، ما قفل شهر من يوم زواجه، جابهم عند البيت. يا اخي انا مش حاسس براحه وما ادري ايش في، احس اني مسحور وكذا. فقاموا قالوا له حلك عندنا. سحروا مثل ما يعملوا بكل الزباين، طاعه واستفاده. ما ضبط الوضع، اقتلب السحر ودمر بيت الرجال هو وزوجته. على طول الرجال طلق زوجته وما قدر يقعد دقيقه في البيت، ترك البيت وقفله. من سنه 2011 ليومنا هذا البيت مهجور. الرجال حياته تدمرت، عاد اللي تزوج قام طلقها وهرب من بيته، وبيته مؤثث جديد، بيت احلامه اللي قاعد يشتغل سنين. تصور معايا اخوتي انت سنين وانت كتخدم يعني باش توصل لهاد المرحله هذه وترتاح يعني في دارك مع المراه ديالك وكذا، وهذه في التالي يجي واحد ما بين ليله ونهار يدمرك وتصدق ضايع عشان يحصل على البيت هذا ويفرشه ويتزوج. هذا اللي صار فيه. اسمع ولدي عاود.
بعد ما تجوزت تعبت في بيتي، قعد يتردد علينا هو الفترة هذيك، فقلت له أنا راني تعبان والموضوع والقصص اللي صايرات معانا مخايلات في الحوش وما فيش راحة في بيتنا. تمام، يعني داك الشيء راه وسواس اخوتي، يعني بنادم يمشي لله سبحانه وتعالى، يعني يصلي ويقرا شويه القران صافي، ما يبقاش هذا الشيء. يعني علاش بنادم يمشي يطيب؟ فجاء معايا للحوش وقرا علي قران، وبعدين قال لي انت عندك تسلط، السحر عليك من جديد. فقعد يخربش على البيبان، وهذا تحصيل ما تحصيل والكلام هذا. فدرنا لهم نحن كيدير له طلام، اسمع وعلى هني وعلى الباب الخارجي وني. ف طلمس الحوش بالكامل طبعا، طلقت الوليه، طلقها. مشاكل في بيتنا ما بين اخوتي وخواتي وحوشنا اتطرطش. مثل ما شفتوا قصة تقطع القلب. مسكين، ايش ذنبه؟ ايش ذنب بنت الناس؟ زوجته اللي اتطلقت من اول ما تزوجت، وبلاوي كثيرة وكثيرة وضحايا اكثر. خصهم ياخذوا شي عقاب يكون. انا اخوتي كنصحكم باش ما تبقاوش تثيقوا في اي واحد يعني راقي ولا هادي، يعني تيكون شي واحد اللي فهمتيني اللي كيداوي بالقران، يعني اللي راقي كيداوي بالقران، ماشي بحال لك انه كيسمي بحال هاد الناس هادو كيسمي انه كيقول انه راقي هو ماشي راقي، يعني دجال وسحات. تصدق انه يدير لك شي حاجه ولا هادي، كتصدق حمق ولا كيضيع لك المستقبل ديالك ولا هادي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.